بيبدأ فيلم تاور هايست في برج بيسكنوا فيه الناس الأغنياء بس، وبيكون أشهر موظف في البرج وهو جوش في طريقه للمبنى، وبيقابل وقتها واحد من زباين الفندق واللي بيكون اسمه شو، وهو بيركب العربية بتاعته فبيرحب بيه جوش وبيسأله لو كان ناقصه أي حاجة، وده لأن شو هو أهم عميل عندهم، وبيعرفوا شو لحظتها إنه هيفتح فندق جديد وبيعرض عليه وظيفة مدير عام في الفندق، فبيقول له إنه ممكن يوافق بشرط إنه ياخد معاه ليستر حارس الفندق. بعدها بيدخل جوش المبنى وبيظهر إنه محبوب جدا لدرجة إن كل الموظفين في البرج بيتعاملوا معاه وكأنه صاحبهم، وبتقول له وقتها أوديسا عاملة النظافة إنها زهقت لأنه عمرها ما دخلت في علاقة حب وبتكون عايزة تتجوز وتحب وتتحب زي أي بنت في الدنيا، فبيقول لها جوش إنها جميلة وإنها تبص حواليها وهتلاقي حد يحبها أكيد، ده غير إن تأشيرة العمل بتاعتها هتخلص ولازم تتجوز علشان تجددها. وبعد شوية بيروح يقابل مديره اللي بيكون اسمه سيمون، وبيتخانق معاه سيمون لأن تشارلي موظف الاستقبال مش موجود في المكان بتاعه، فبيوعده جوش إنه هيلاقيه حالا، وبيعرفوا بعدها سيمون على الموظف الجديد واللي بيكون اسمه ديفرو، وبيكون جوش مش عايز موظفين جداد لكنه بيضطر يقبله في الشغل، وبيبان إن جوش هو المسؤول عن كل حاجة في الفندق، فبيبدأ يشرح لديفرو الشغل، وبيعرفوا إن الشقة في الفندق ده قيمتها أكتر من 5 مليون دولار، وإن زباين الفندق ليهم معاملة خاصة على مدار الفترة اللي بيقعدوها في الفندق، وبيحذروا من إنه يكون معاه تليفون بأي شكل من الأشكال، وده لأن التليفونات ممنوعة في الفندق. وبعدها بيروح لتشارلي وبيعرف منه إن مراته ساشا واللي هي أخت جوش قربت تولد ولكن عندها مشاكل في الولادة، فبيطلب منه جوش يركز في الشغل شوية وينسى الحاجات الغريبة اللي هو بيقولها دي. وبعدها بيطلع لأوضة رجل أعمال اسمه فات، وبيظهر إن فات خسر كل فلوسه وفلوس عيلته في البورصة، والبنك خد منه عربيته فاضطر يبيع العفش بتاعه كمان، وما بقاش يدفع الإيجار لشهور، فقرر البنك ياخد الشقة بتاعته لحد ما يدفع كل الديون اللي عليه. وبيكون جوش عايز يطرده من المبنى بس بيصعب عليه، وبيقرر إنه يخليه يفضل في مكانه وهو يتصرف مع موظفين البنك، وده لأن الأسانسير هيكون بيتصلح وقت وصولهم، وأكيد يعني مش هيطلعوا 20 دور على رجلهم. وبالليل بيكون جوش في طريقه للبيت مع حارس المبنى ليستر، فبيعرض عليه ليستر إنهم يسهروا بره، فبيقول له جوش إنه مش هيقدر يروح معاه لأنه بقاله سنين مش بيعمل أي حاجة في حياته غير الشغل وبس، فبيعرفه ليستر إنه لازم يستمتع بالحياة، وبيقول له إنه هيستقيل من الشغل بعد سنة علشان يستمتع بالكام سنة اللي فاضلين ليه. وتاني يوم بيروح جوش على شغله في الفندق وبيشوف عربية غريبة واقفة قدام الفندق، فبيدخل بسرعة يراجع كاميرات المراقبة وبيشوف رجل الأعمال شو وهو بيتخطف، فبيجري ورا العربية اللي خطفته في الشوارع لحد ما بتخبطه واحدة واقفة على جنب الطريق، وبيكتشف إن اللي خبطته هي محققة فيدرالية واسمها كلير، وبيشوف الشرطة وهي بتقبض على شو، فبيرجع شغله تاني وبيعرف من الأخبار إن شو متهم بالنصب والاحتيال، فبيجمع جوش فريقه وبيعرفهم إن شو بريء، وبيكون عنده أمل إنه يطلع فعلا بريء، وده لأنه ادى كل مكافآت التقاعد بتاعت موظفين الفندق لشو علشان يستثمرها ويزودها ليهم، وكان فاكر إنه كده بيعمل حاجة لمصلحتهم، بس لو فعلا شو طلع مذنب ساعتها يخسروا كل فلوسهم. وتاني يوم بيخرج شو من اسم الشرطة وبتوصله المحققة كلير لحد شقته في البرج، وبتحذر كل الموظفين إن شو يخرج من الأوضة بتاعته لأنه تحت مراقبة الشرطة، وبتعين فريق من الشرطة عشان يراقبوا شقته على مدار اليوم ويخلوا بالهم من كل حاجة بتحصل. وبتنزل بعدها مع جوش في الأسانسير وبتحذروا من شو لأنه نصاب فعلا، وبتعرفوا إن شو لما اتقبض عليه ورجعوا حساباته البنكية اكتشفوا إنه معاه 600 دولار بس، وإنه كان بيحاول يهرب من البلد وأكيد شايل فلوسه في مكان تاني، فبيحس جوش باليأس لأنه في طريقه لخسارة كل فلوسه فعلا، وبيرجع على بيته بالليل وهو بيفكر هيعمل إيه لو طلع شو نصاب فعلا. وبيعدي على بيت جاره سلايد وبيشوفه الشرطة بتقبض عليه لكنه مش بيبقى مركز خالص، فبيعدي من قدام سلايد وبيطلع على بيته. في اللحظة دي بيحاول ليستر إنه يخلص على نفسه عن طريق إنه يرمي نفسه قدام المترو، فبيلحقه محقق من الشرطة على آخر لحظة قبل ما يرمي نفسه وبينقله للمستشفى، وبيروح له جوش عشان يطمن عليه، فبيلاقيه حزين ومش طايق نفسه، وبيعرف إنه دفع لشو ثروته كلها عشان يستثمرها معاه بما إنه في آخر سنة ليه في الشغل، وبعد ما عرف فلوس التقاعد اكتشف إنه خسر كل حاجة، ولو أثبتت الشرطة إن شو نصاب فعلا ساعتها هيكون خسر كل فلوسه وهيرجع فقير من تاني. وتاني يوم جوش بيروح الشغل وهو متعصب وبياخد معاه تشارلي وديفرو وبيركبوا الأسانسير، وبيقابل فيت في الأسانسير وبيعرف منه إن هو كمان دفع كل فلوسه لشو علشان يشغلها معاه، بس ما خدش منه أي مقابل، ودلوقتي هو في طريقه لتدمير عيلته لأنه بقى فقير ومديون. فبيطلع جوش وأصحابه لشقة شو، وهناك بيكون عند شو في الشقة عربية غالية تمنها أكتر من 10 مليون دولار، فبيتعصب جوش على شو وبيفضل يكسر في العربية، وبيحذره إنه
إنه لو ما رجعلوش فلوسه هياخد حقه بنفسه. وبعد شوية بيستدعي المدير سيمون في المكتب عنده وبيتخانق معاه لأنه كسر العربية بتاعت شو، وبيقوله إن شو رفع قضية على البرج بيتهمهم إنهم كسروا العربية بتاعته، وهيضطر سيمون يطرده هو وتشارلي وديفرو من الشغل. وقدام البرج بيتخانق تشارلي مع جوش وبيفكروا إن ساشا مراته حامل، وإنه بعد ما اترفد من الشغل مش هيلاقي فلوس يصرف عليها هي والبيبي اللي جاي في الطريق. فبيهديه جوش وبيوعده إنه هيحل المشكلة بنفسه، وبيتصل بالمحققة كلير وبيطلب منها يقابلها. وبالليل بيروحوا يتقابلوا هما الاتنين في بار في المدينة، وهناك جوش بيحكي لها كل حاجة يعرفها عن شو، وبيفضلوا يفكروا مع بعض في طريقة يحلوا بيها المشكلة دي، لكنهم مش بيوصلوا الحل عشان يوصلوا لثروة شو واللي بيكون قيمتها أكتر من 20 مليون دولار. وبتقرر كلير تسيبه وتمشي لأنها سكرانة ومش قادرة تقف على رجلها. وتاني يوم جوش بيروح لديفرو واللي بيكون رجع لشغله القديم في مطعم في المدينة، فبيقول له جوش إنه قرر يجمع عصابة عشان يسرق ثروة شو، وبيكون ديفرو وهو أول فرد في العصابة بتاعته. وبعدها بيجمع باقي أفراد العصابة وهم فيت وتشارلي وبياخدهم البيت عنده، وهناك بيشرح لهم جوش إن شو ثروته أكتر من 20 مليون دولار، وإنه من كام سنة اشترى خزنة كبيرة وحطها في الشقة عنده في البرج، وبعد فترة جدد الشقة كلها ما عدا جدار واحد بس واختفت الخزنة بعدها. وجوش متأكد إن الفلوس هتكون موجودة في الخزنة دي، لكنه قرر بدل ما يقول للشرطة يسرقها هو بنفسه وياخد كل الفلوس اللي جواها. وبيعرفهم إن هيكون معاهم شخص كمان وهو جاره سلايد، وده لأنه مجرم وأكيد هيساعدهم. فبيوافقوا كلهم على الخطة وبيقرروا ينفذوها. وتاني يوم بيروح جوش على اسم الشرطة وبيدفع فلوس الكفالة لسلايد، وفي الطريق بيكون سلايد مستغرب هو ليه دفع له الفلوس، فبيقول له جوش على الخطة بتاعته وبيرفض سلايد في الأول، بس بيوافق لما بيسمع رقم الفلوس اللي هيسرقوها. وبيروح يقابل باقي أفراد العصابة، وأول ما بيشوفهم بيتريق عليهم لأن مفيش ولا واحد فيهم مجرم بجد. فبيقول لهم سلايد إنه علشان يشتغل معاهم لازم يثبتوا إنهم ينفعوا يبقوا مجرمين، وده عن طريق سرقة أي حاجة بسيطة. وفعلا بياخد منهم المحافظ بتاعتهم وبيطلب منهم يدوروا على أي حاجة بسيطة يسرقوها. فبيتحمس أفراد العصابة لأنهم لازم يسرقوا، وده لأن المحافظ بتاعتهم مع سلايد ومش هيعرفوا يكذبوا ويشتروا الحاجة. فبيروح ديفرو يسرق حذاء رياضي، وبيروح تشارلي يسرق حلق، وبيروح فيت يسرق تيشيرت، وبيروح جوش يسرق ملابس داخلية وشمع. ولما بيوروا الحاجات اللي سرقوها لسلايد بيوافق إنه يشارك معاهم في العملية، وبيفكرهم إنهم أغبياء لأنهم سابوا المحافظ بتاعتهم لحرامي زيه بسهولة، وبيطلب منهم يقابلوه تاني يوم. وتاني يوم بيتجمع أفراد العصابة في شقة جوش، وبيبدأ يشرح لهم كل حاجة عن الفندق لأنه حافظه زي اسمه. وأثناء ما هو بيشرح لهم الخطة بتوصل المحققة كلير البيت عنده، وبتقوله إن شو رافع عليه قضية بسبب تكسيره للعربية بتاعته، وبتحذره إنه لازم يتكلم مع شو علشان يسامحه ويتنازل عن القضية. فبيوافق جوش على كلامها وبيروح معاها لشقة شو، وبيعتذر له عن اللي عمله وبيقوله إنه خسر شغله بسبب تكسيره للعربية. فبيتعامل معاه شو ببرود وبيفضل يهينه لأنه كسر له عربية تمنها 10 مليون دولار. وبينزل بعدها جوش مع كلير عشان ترجعه البيت، ولما بيوصل عند بيته بيعرض عليها تخرج معاه في ديت فبتوافق. وبيرجع جوش على شقته عشان يكمل تخطيط لسرقة الفلوس من البرج. وتاني يوم بيروح مع أفراد عصابته لمحل البيع الخزن، وهناك بيسأل سلايد لو كان هيقدر يفتح الخزنة، فبيقول له سلايد إنه مش هيقدر يعمل كده وإنه محتاج حد خبير في الخزن عشان يقدر يفتحها. فبيقرر جوش يستعين بأوديسا لأنها كانت شغالة في مصنع لتصنيع الخزن، وبتوافق أوديسا على طول أول ما بتسمع إنهم هيسرقوا 20 مليون دولار. وتاني يوم بيروح أفراد العصابة يراقبوا البرج عشان يكملوا خطتهم ويعرفوا الوقت المناسب لدخول البرج. وبيشوف وقتها جوش جوز أخته تشارلي وهو داخل البرج، وبيعرف إنه بقى المدير الجديد للبرج، فبيتعصب جوش عليه لأنه تخلى عنه وقرر يتخلى كمان عن فكرة سرقة الفلوس. فبيقول له تشارلي إنه مش عايز يضيع مستقبله وعايز يلاقي فلوس عشان يصرف على مراته وابنه، وبيسيبه وبيدخل البرج. وبالليل بتدرب أوديسا على فتح الخزنة في أسرع وقت بمساعدة من سلايد، وبتحكي لسلايد ساعتها عن تأشيرة العمل بتاعتها، وبتطلب منه يتجوزها عشان تجدد التأشيرة لكنه بيرفض. وفي الوقت ده بيعرف محامي شو إن ميعاد الجلسة بتاعته اتأجل كام يوم، فبيبلغ شو المحققة كلير بالخبر، وده لأنها لازم تبقى موجودة مع شو في اليوم ده وتوصله بنفسها لحد باب المحكمة. وبعد كام يوم بيجي ميعاد العملية، وبيكون اليوم ده احتفال عيد الشكر. وقبل ما يبدأ الاحتفال بيروح ديفرو يراقب ساشا مرات تشارلي، وبيسرق التليفون بتاعها من غير ما تاخد بالها، وبيبعت رسالة لتشارلي بيعرفوا فيها إن مراته بتولد. فبيسيب تشارلي البرج وبيجري بأقصى سرعة على المستشفى. وبتتحرك كلير مع شو المحامي في طريقهم للمحكمة، ولما بيوصلوا هناك بتكتشف كلير إن ميعاد الجلسة غلط، فبتشك إن في حد كان بيبعدهم عن البرج. فبتقرر
فبتقرر ترجع بسرعة عشان تشوف ايه اللي بيحصل. وفي الوقت ده بيستعد جوش وعصابته عشان يسرقوا البرج، فبيلاحظ ان سلايد قرر يسرق الخزنة لوحده، وبيكون سلايد لابس بدلة وداخل البرج وهو متنكر في شكل موظف من البنك، وبيروح لسيمون المدير وبيعرفه بنفسه وبيطلب منه يروح معاه لشقة في البرج عشان يتفرج عليها لان في مشتري جديد ليها. فبيروح معاه سيمون وبيدخل يفرجوا على الشقة. فبيستغل سلايد الوقت ده وبيحبس سيمون في الدولاب وبيقفل عليه الباب وبيشغل المزيكا بصوت عالي، وده عشان محدش من الموظفين يسمع صوت سيمون. ولحظتها بتطلع أوديسا أوضة شو وبتضرب الحارس بتاع الشقة لحد ما بيفقد الوعي، وبيدخل أفراد العصابة البرج وبيقدروا يطلعوا لحد شقة شو وبيبدأوا يلزقوا استيكرات على كاميرات المراقبة عشان ما تصورش اللي بيحصل. وبيدخلوا بقى شقة شو وبيبدأوا يكسروا الجدار اللي الخزنة موجودة جواه، ووقتها بيجي سلايد وبيهددهم بالمسدس بتاعه علشان يدوله الفلوس وإلا هيخلص عليهم. فبتدخل أوديسا وبتهدده بالمسدس بتاعها عشان يسلم نفسه، فبيستسلم سلايد وبيخليهم يفتحوا الخزنة، وبيكتشفوا ان الخزنة ما فيهاش فلوس اصلا، فبيتعصبوا كلهم وبيتخانقوا مع بعض. فبتخرج من المسدس رصاصة بالغلط وبتخبط الرصاصة في العربية بتاعت شو، وبيكتشف ساعتها جوش ان العربية مصنوعة من الذهب، فبيفهم ان شو حول ثروته لذهب وصنع العربية دي بالذهب. وبيلاقي جوش جوه العربية دفتر فيه كل المعلومات عن عمليات النصب بتاعت شو، فبيقرر يخليه معاه، وبيقرر هو وافراد العصابة يسرقوا العربية وبيبدأوا خطتهم في نقل العربية عن طريق الشباك. واثناء ما هم بينزلوا العربية من الشباك بيمسكها فيت عشان يدخلوا لشقة تانية، لكنه بيتعلق فيها وبيكون هيقع على الارض، وبيبقى سلايد وجوش متعلقين في نفس الحبل بس فوق العربية، وبيفضلوا هما التلاتة يحاولوا ينقذوا نفسهم لحد ما بيقدروا يدخلوا الشقة بالعربية على اخر لحظة. وبيجي الجزء التاني من الخطة وهو تهريب العربية عن طريق الاسانسير، ووقتها بيرجع تشارلي الفندق بعد ما عرف ان مراته مش حامل ولا حاجة، وبيكون شاكك ان في حد كان قاصد يبعده عن الفندق، فبيراجع كاميرات المراقبة. فبيشوف الحارس بتاع شقة شو هو فاقد الوعي وبيفهم ان جوش بيسرق الشقة، وبيفضل يدور على جوش لحد ما بيلاقيه هو والعصابة بيسرقوا العربية. ولما بيعرف ان العربية مصنوعة من الذهب بيقرر انه يساعدهم وبيزق معاهم العربية علشان ينزلوها فوق الاسانسير. وبترجع لحظتها كلير على البرج وبتطلع شقة شو فبتلاقيه اتسرق، فبتتوتر وبتنزل بسرعة تراجع كاميرات المراقبة، وبتشوف ليستر وهو بيقوم بالجزء الثالث من الخطة وبيهرب بعربية ربع نقل، فبتطرده لحد ما بتقبض عليه وبتكتشف ان العربية فاضية، وبتعرف انه كان واخد العربية علشان يخلص على نفسه. وبتشك وقتها ان جوش هو صاحب العملية لانه اكتر حد عايز يرجع فلوسه من شو، فبتروح تقبض عليه وبتقدر تقبض على باقي افراد العصابة، وبتاخدهم مع شو لاسم الشرطة علشان تحقق معاهم. وفي الطريق بيقترح شو على جوش انه يديله تمن العربية 10 اضعاف بشرط انه يرجع له الدفتر بتاعه، فبيرفض جوش وبيقول له انه هياخد العربية وهيسلم الدفتر للشرطة علشان يقضي باقي حياته في السجن. واثناء التحقيق جوش بيدي الدفتر للمحقق وبيحكي له انه شو نصاب محترف وده دليل يثبت انه مجرم، فبياخد المحقق الدفتر وبيقرر يخرج كل افراد العصابة من السجن ما عدا جوش اللي هيقضي 2 من عمره جوه السجن. وبعد فترة بيروحوا افراد العصابة للفندق زي ما كانوا متفقين وبيشوفوا هناك العربية، وبيظهر انهم خبوها في حمام السباحة قبل ما الشرطة توصل، فبياخدوا العربية علشان ينفذوا الجزء الأخير من الخطة. وبعد كام يوم بيوصل لكل واحد من موظفين البرج جزء من العربية مصنوع من الذهب الخالص كتعويض ليهم عن فلوسهم اللي خسروها مع شو. وبيدخل شو السجن وبيكون حزين لأن كل استثماراته اتدمرت خالص، أما جوش بيدخل السجن وهو مبسوط، وده لأنه قدر يرجع للموظفين حقهم من النصاب اللي اسمه شو. وهنا بيخلص الفيلم. أتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا التانية إياد عبد المنصف اللي فيها كل ملخصات الأكشن والخيال العلمي.